كيف يكون حاله؟ عن عبد الله بن الزبير، أيضا واحد من أحباء المخالفين المعتبرين، قال: كان عمر إذا كره أمرا شو يسوي؟ فتل شاربه ونفخ. كان عنده شارب طويل ملتصق بلحيته الطويلة التي كانت تصل إلى سرته، كما هو حال المخالفين تماما. وكان شعره أيضا ملتصقا أيضا بشعر لحيته هكذا، مثل غابة في وسطها فقط عينان وأنف، كل الباقي كل شعر، كل شعر، هكذا كان وضعه. وصورته قد بثت في قناة الجزيرة لما ذهبت قناة الجزيرة وأجرت فيلما وثائقيا أو تغطية للآثار في القدس، المساجد، الكنائس، ما أشبه، فدخلت كنيسة المهد أو كنيسة القيامة، المهم دخلت هناك، وكان في ضمن لوحات الكنيسة صورة جدارية لعمر بن الخطاب توثيقا لزيارته لتلك الكنيسة في الحادثة المشهورة أثناء فتح القدس. عمر وصل إلى هناك فدخل إلى تلك الكنيسة وحضر وقت الصلاة على ما يروي المخالفون، فلم يصلي هناك، قال: لا أصلي في الكنيسة حتى لا يتخذها المسلمون مسجدا، يعني حتى تحفظ حقوق النصارى يعني، فصلى في الخارج يعني. وهناك بني مسجد عمر، مع أن المخالفين يقولون المسجد الحالي ليس مسجد عمر، كان صلى في موضع آخر، لكن قضية ترميز هكذا. فأصحاب الكنيسة آنذاك يعني تقديرا لعمر بن الخطاب حبيبهم قاموا برسمه وتوثيق هذه الزيارة، فرسموه على ما هو عليه، وبالفعل بإمكان أي إنسان أن يرى تلك الصورة، وهي صورة بشعة جدا، وعلى طبق ما وصفه به المؤرخون من أنه كان ذو شارب طويل ولحية طويلة وشعر طويل، ويعني شكل بشع جدا، وموجودة الصورة ومتداولة. فكانت طبيعته أنه إذا كره أمرا كما يقول عبد الله بن الزبير فتل شاربه ونفخ. شخصية كريهة، شخصية فظة غليظة لا يتحملها، لا يطيقها أحد.